سامسونج نازله السنه دي بتقل غير عادي في الفئه المتوسطه، وسامسونج بتقل ادابها على السوق كله في العالم في الفئه المتوسطه، ونازله بشويه موديلات عنب العنب وجمال الجمال. التليفون اللي انا جاي اكلمك عنه النهارده تليفون في الفئه المتوسطه، وسعر الى حد ما في ظل الظروف اللي احنا فيها دي فهو تليفون كويس جدا. وتعالى اكلمك عن جالاكسي A34 ال 5G. ولما نتكلم عن الجهاز ده انا عايزك تركز وتتفرج على الفيديو ده من اوله لاخره، ولو عجبك اعمل شير لاي حد من حبايبك اللي كان بيدور على اي حاجه في الفئه المتوسطه. اول حاجه دايما لما بنيجي نتكلم عنها في الموبايلات اللي بنتكلم فيها بنتكلم عن الشاشات، وادام اتكلمنا عن الشاشات يعني احنا بنتكلم عن عم الشاشات الا وهي شركه سامسونج، ونرفع القضبعه زي ما احنا متعودين. شاشه الجهاز اللي بتيجي معانا النهارده دي بتيجي شاشه سوبر اموليد من اعلى الشاشات في العالم. سوبر اموليد 120 هرتز لنجوم البابجي طبعا، وبتديك 1000 نيتس. الشاشه حجمها 6.6 بوصه، يعني التليفون عملاق، هتبقى ماسك تليفون قوي جدا فوق ما انت تتخيل. وبتيجي بجوريلا جلاس 5 لضد الصدمات والخربشه. وتاني حاجه دايما بنتكلم عليها بعد الشاشات بنتكلم على الكاميرات، والجهاز بيجي من الخلف بثلاث كاميرات. كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثه 5 ميجا بكسل. الثلاثه بيصوروا 4K، اما الكاميرا الاماميه 13 ميجا بكسل وبرضه بتصور 4K. اما بالنسبه للرامات والميموري فالموبايل بينزل بثلاث فئات: 6 جيجا رام 128 وده قليل لما هتلاقيه عندك هنا في مصر، اما اللي هتلاقيه متداول كتير في مصر ال 8 جيجا رام 128 وال 8 جيجا رام 256. اما البروسيسور فبيجي ميديا تك دايناميستي 1080 6 نانومتر. البروسيسور ده مش احسن حاجه، يعني مش هيديك الاداء القوي قوي خاصه في بعض الالعاب اللي الجرافيك فيها عالي، انما لو انت هتستخدمه استخدام عادي او استخدام شغل او ان انت تقلب بين الصفحات فالبروسيسور ده حلو مش وحش. الجهاز بيجي ببطاريه عملاقه 5000 ملي امبير مع البروسيسور اللي احنا لسه قايلينه، فالبطاريه دي هتبقى كويسه مش تبقى وحشه معاك. بيدعم الشاحن ال 25 واط، بيشحن معاك من 0 ل 100% ساعه و10 دقائق او ساعه وربع بالظبط. الجهاز بيجي بالكيبل بس برضو للاسف ما بينزلش معاه البلاجه بتاعت الشحن، دي السياسه الجديده يعني. وطبعا ادام الشاشه بتاعت الموبايل سوبر اموليد فاكيد الفينجر برينت البصمه بتاعتك هتجيلك تحت الشاشه. الموبايل ده جميل مش وحش. الموبايل ده بيبتدي معاك الفئه ال 8 جيجا رام ال 128 هتلاقيه في السوق المصري 12500 جنيه. جهاز جميل جدا هيعجبك قوي، خده على ضمانتي. الجهاز ده كان في ايدي انا شخصيا، جهاز عالمي 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 ما فيهوش اي غلطه. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوف فيديوهاتي، انا احمد تربو، بعمل فيديوهات مقارنات بين الاجهزه، وبنتكلم عن الاجهزه الفلاج شيب والايفون، وبنحاول وبنسعى جاهدا ان احنا نجيب اماكن موثوق منها تقدر تصلح فيها موبايلاتك او تعمل فيها خدمات الموبايلات والتكنولوجيا بتاعتك واللابتوب والكلام ده. تابعني. اما لو انت من المتابعين عندي يا ريس فكتر خيرك ان انت اتفرجت على الفيديو من اوله لاخره. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.